كلاوديو إتشيفيري خطف الأنظار وبشدة خلال منافسة كأس العالم للناشئين خلال الأسابيع القليلة الماضية، ولعب دورا كبيرا ومؤثرا في تأهل الأرجنتين إلى الدور النصف النهائي قبل الحصول على المركز الرابع. وسجل إتشيفيري البالغ عمره 17 عاما فقط 5 أهداف توج بها هدافا لمونديال الناشئين الأخير، منها ثلاثية هاتريك في الفوز الكبير على البرازيل ب3 أهداف مقابل 0 بالدور الربع النهائي. وبما أن فريق مانشستر سيتي يقترب من صفقة كلاوديو إتشيفيري، قدم النادي عرضا رسميا بقيمة 25 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي. وأضاف السيتي وريفر بليت بصدد مناقشة أفضل الحلول بشأن شروط الدفع، والصفقة ستتم، ولكن اللاعب سيبقى مع الفريق الأرجنتيني على سبيل الإعارة. ويسعى السيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا لتعزيز صفوفه بلاعبين أكفاء وصغار في السن للحفاظ على النجاحات التي حققها الفريق على كافة الأصعدة خلال السنوات الماضية. وشهد عام 2023 تحديدا نجاحات استثنائية وفريدة من نوعها بالنسبة لمانشستر سيتي، توج خلاله ب5 ألقاب، هي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس العالم للأندية.